كتير قوي يقولوا لا الكرنب ما بيتخزنش، لما بيتخزن نطلعه نسويه بيبقى مجلد ومش حلو. الحقيقه مش الكرنب هو اللي ما بيتخزنش او هو يعني ما بينفعش يتشال في الفريزر، لا الطريقه اللي انت عملتيه بها هي اللي مش صح. ناس كتير تقولك لا انا بشيله مش مسلوق، وناس تقول لا بنسلقه نص سلقه. هو المشكله عندكم كده عشان انتوا عملتوه بطريقه غلط. تعالوا اقول لكم بقى الطريقه الصح. صلوا على الحبيب، يلا نبتدي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا بقى، قطعنا الكرنبه زي ما انتم شايفين. الاول بنشيل الراس كده ونقطعها ورقه ورقه، ونسيب اخر جزء ده على بعضه كده عشان ما نكسروش بقى ونبوظه. ونجيب ميه بتغلي ونحط فيها معلقه ملح ورشه كمون. انا كان عندي كمون حب فحطيته، ما عندكيش حطي بودره عادي. وبعد كده حطيت الكرنب زي ما انتم شايفين كده، وهبدا بقى اطلعه. بصوا نقلبه بقى ان انا الجزء اللي تحت هو اللي كان لامس الميه، والجزء اللي فوق ما كانش لامس الميه. بروح قلبها الناحيه التانية وناخد بالنا عشان ما يتهريش. بس انا هسلقه سلق كامل يا جماعه، سلق كامل كانك هتاكليه دلوقتي حالا، هتحشيه وتاكليه حالا. اوعي تسلقيه تقولي لا ده هيتهري في الفريزر لما يتشال. لا ده انا هسلقه نص سلقه عشان لما يطلع ابدا. سبب ان هو يطلع مجلد وتكوني شايلاه في الفريزر ويطلع مجلد ان انتي بتسلقيه نص سلقه او ما تسلقوش خالص. يتسلق سلق كامل. وبعد كده بقى بنقطعه بالطريقه اللي شفتوها دي. بنلف الورقة كده ونقطع العرق اللي فوق. وبعد كده بنروح مقطعينها بقى جزء يعني زي ما انتوا عايزين. انا بحب اقطعه صغير عشان بحب الصوابع صغيرة. احنا عامة عيلة نعمل الصباع كل ما يصغر نحبه اكتر يعني، فبنعمله صغير جدا. بس طبعا ترجع لك، في ناس بتحبه طويل براحتكم. وممكن تشيليه بقى زي ما انا اوريكم كده. ممكن في ناس بتشيله يبقى ملفوفه زي ما هي كده، ووقت ان تيجي تحشيه تقطعي. بس على ايه، بدل ما انا عملت بقى وسلقت وجهزت يبقى اشيله على طول يطلع على الحشو. تقطعيه بقى زي ما انت شايفه كده. انا بقطعه بعرض 4 صوابع مع بعض. ده يعني العرض المناسب ان انت لما تحطي الرز تعرفي تلفيه ما يفكش منك. فلا انت تسيبيه عريض قوي وتفضلي بقى يبقى الصباع مليان كده كرومب كتير ملفوف كتير قوي اوفر، ولا يبقى حاجه بسيطه فتيجي تلفي ما تبقيش لاقيه اصلا حاجه تتلف يعني. وبعد كده بقى بتشيليه في الاطباق. فاكرين انتوا الورق لما جيت انا فيه ورق كان اخضر كده، ده سلقته برضو. ده طبعا انا مش هحشيه، مش باكله اخضر، في ناس بتحبه وانا جربته مره قبل كده وكان طعمه جميل على فكره، بس بياخد سوا كتير عن باقي الكرنب. فلازم تحطيه لو انت هتعمليه حطيه من تحت خالص عشان اللي تحت بيستوي اكتر من اللي فوق. او تعمليه في حله لوحده يعني، تجمعي الورق الاخضر ده وتعمليه في حله لوحده. طبعا بنغلفه بقى كويس كده ونغطيه حلو قوي نشيله في الفريزر. ووقت لما تيجي عايزه تستخدميه بتطلعيه وتسيبيه يفك تماما تماما، وتبداي تحشي بقى. بيبقى رهيب وكانه صابح بالظبط، كانك لسه سلقاه ومقطعاه دلوقتي ولا اي حاجه خالص. ولا هتعملي فيه ولا تجيبي ميه عليه ولا اي حاجه، سيبيه يفك تماما وابداي اشتغلي بيه بقى.